هذا الجنون الذي يسري في المنطقه العربيه. انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ انتوا متصورين انتوا مين اصلا؟ بص الماشيه اللي مشينا، والنبي وري له ماشيه كده يا استاذ حسان. بص ماشيه عيب، بس ما نعمل ايه؟ خلاص ماشي، رئيسنا يعني مفروض علينا. الرئيس سافر قبل العيد مش علشان يعايد في الامارات، لكن قد يكون سافر من اجل العيديه. وزيارات ما قبل العيديه تاتي على طول بعد محاوله مصر ان تعطي انطباع غير دقيق للولايات المتحده الامريكيه والعالم باننا قادرين على صياغه علاقات استراتيجيه فكسانيه جامده جدا مع الاخوه الايرانيين. والنتيجه انه لا الايرانيين مقتنعين ولا الامريكان هيبقوا مقتنعين ولا العالم هيبقى مقتنع، لكن عملنا الشغلانه. وزير خارجيتنا استدعى وزير خارجيتهم وقعدوا يحضنوا ويبوسوا في بعض وياكلوا بعض كشري ويقولوا لا خد شويه التقليه دي، لا زود انت الدقه، يقول له الدقه بتوجع لي القولون، يقول له خلاص يكمل الدقه دي اديها شطه، الشطه برضه عشان نشطشط الموضوع. وفضلوا يتعازموا على بعض، ثم بعد ذلك اخذوه وعزموه في نفس المطعم اللي عزموا فيه الرئيس الفرنسي ماكرون، وهي حاجه فيها قله ياقه شويه، قله ياقه وقله دبلوماسيه والكثير من قله العقل. ما هو اذا كنت انت ناوي تعزم الناس في الحي الذي ولد فيه الرئيس، فانا عايز انبه حضرتك انه ده مش مطعم رسمي، الا لو المخابرات اشترت مطعم نجيب محفوظ. ده مطعم خاص. كون ان الرئيس كان في لحظه من اللحظات بيحب اكلهم لما بقى ظابط كده وزي الفل وبيروح وياخد خصم طبعا عشان ابن المنطقه وظابط، فدي حكايه مش معناه ان كل اللي هيعدي على مصر لازم يروح ياكل هناك. ومش من الشياكه قوي انك تجيب رئيس فرنسا بسياستها اللي هي اكيد مش متوائمه قوي مع الايرانيين وتقعد الايرانيين مكانهم على نفس الترابيزه. يعني اذا كان من البد ومن الحوار حوار ولازم ننزل ناكل في الحسين فناكل في الحسين. عندك يا عم العهد الجديد، عندك يا عم الراجل بتاع المشويات اللي في اول اللي قدام الجامعه على طول، قعدهم يا سيدي عند الحلويات ياكل حلويات عند المالكي. في 50 فندق عنده 50 مطعم فوق. هو احنا خلاص؟ هو نجيب محفوظ اللي بيخش يطبخ يعني؟ بتعملوا الحاجه ثم تبوظوها بنفسكم. طيب، ثم اتى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجت لحظته التاريخيه وقرر ان يذهب فين؟ ابو ظبي. وكأن ابو ظبي دي بقى الاخت الشقيقه. بص الماشيه اللي مشينا، والنبي وري له ماشيه كده يا استاذ حسان. بص ماشيه عيب، بس ما نعمل ايه؟ خلاص ماشي، رئيسنا وقابلين بيه يعني مفروض علينا. لكن سياده الرئيس راح ابو ظبي. البيان الرسمي قال لك ان هم بيناقشوا قضايا مختلفه، اولها غزه وتبادل الاسرى والمحتجزين. وخد بال حضرتك انه الدوله الشريكه معاك في الوساطه اسمها قطر، وعلى بعد شارعين من ابو ظبي. فهو الرئيس يعني لو عايز يروح يناقش ما يروح يناقش في قطر يا عم احمد. انا شفت زاويه تانية خالص ومختلفه كتير يعني، وهي زاويه الاحساس بالابويه. يعني انا هشيل الخبر وهشيل منه الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد. معلش، مع كامل احترامنا وتقديرنا للاسمين الكبار دول، لكن يعني ازاي تقولوا حمايه وامن بتتناقشوا متقابلين تتناقشوا في لقاء سريع وخاص عشان تناقشوا حمايه وامن وسياده لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال؟
وانتوا مالكم؟ لا بجد، وانتوا مالكم؟ كل واحدة من دول عندها إدارة سياسية وعضو في جامعة الدول العربية، في منظمة العمل الإسلامي، في الأمم المتحدة. تناقشوا انتوا حياتهم ليه؟ وماذا لو اجتمع الأمير محمد بن سلمان مع أي مسؤول عربي أو أجنبي آخر ونشر إنه والله إحنا نولي أهمية كبرى للوقف إطلاق النار في غزة وحماية أمن وسيادة مصر والإمارات والسودان وليبيا واليمن ولبنان وسوريا، أقسم بالله العظيم محمد موسى ما ينام في البيت. ده هيبعتوا يجيبوه الساعة 3 الفجر يحكي ويتخانق. هو نحن واحدة من الحاجات الأساسية إنه مصر، جمهورية مصر العربية، بتقول في رسالتها وخطابها الرسمي المحلي والدولي والإقليمي إن إحنا لا نتدخل في شؤون الآخرين. إحنا لماذا نحن معني؟ أنا أفهم إنك تقول مثلا حماية الأمن العربي. خد بالك الخبر ده اليوم السابع، الأستاذ أكرم القصاص رئيس التحرير، شيلوها يا جماعة عشان لو مغيروه. الشركة المتحدة، يعني ده كلام الأجهزة الأمنية بوضوح بوضوح. هو احنا يا جماعة من امتى بنشتغل للناس على أمنهم وسيادتهم؟ ده أصلا ده كلام فيه تجني على السيادة. انت تعتقد انه لو نشر خبر في اي جريدة عربية لأي رئيس او حاكم او امير او سلطان عربي قال انا والله بقابل فلان الفلاني عشان اناقشه في امن وسيادة مصر وهنسكت؟ ده انت هتلاقي الاعلام ده ماشي بالطبل في الشوارع، مش في التلفزيونات بس ولا في القنوات بس، ويتخانقوا ويشتموا. ايه المنطق الغريب ده؟ ومعلش افهم من كده ايه؟ ولما رئيس جمهورية مصر اللي اكبر جيش في المنطقة ورئيس الدولة او دولة الامارات العربية الشقيقة يتقابلوا، افهم من كده انك انت ان شاء الله ناوي تعمل قلاقل في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال، او عندك معلومات عن قلاقل هتحصل في البلاد دي. طب هل استدعيتوا السفراء يحضروا الاجتماع بتاعت الدول دي؟ هل استدعيتوا المسؤولين وزراء الخارجية؟ كلام غريب جدا جدا لم يأتي من قبل، وبصراحة لا أعتقد أنه هيجي تاني. يعني المشهد الخبر ده مش هنشوفه تاني. مفيش حاجة اسمها كده يا أخي. إذا بوليتم فاستتروا، يعني لو هتناقشوا عندك ملف في سوريا وبتقول له ده أحمد الشرع ده هنمشيه مثلا، ما بتقولش كده على العلن. بنناقش حماية أمن وسيادة 5 دول 6 دول عربية، 6 دول عربية. انتوا بتقولوا ايه يا جماعة؟ من اين لكم هذه السلطة؟ وايه الاستكبار على خلق الله ده؟ وجايبين منين العنفوان ده؟ ده انت الحمد لله ما عندناش حاملات طائرات. ده لو كان واحد فيكم عنده حاملة طائرات بقى كان راح بقى دخل لبنان دي قاعد فيها بقى فتح السيسي رئيس مصر ولبنان وسوريا. ما هو كلام غير مقبول. واحنا هنا كتلفزيون مصري وصوت عربي لازم نبقى اول ناس نرفضه، لاننا لا نرضاه على انفسنا. واحنا ينفع الاستاذ احمد الشرع، الرئيس احمد الشرع بكره الصبح يعمل اجتماع يقول لك والله عايزين نناقش امن مصر وسيادتها؟ احنا اول ناس هنتخانق معاه ونشتمه، اول ناس. ليه يا جماعه؟ لانه للبيوت حرمات وللدول مقامات، للدول مقامات. ما هذا الجنون الذي يسري في المنطقه العربيه؟ انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ انتوا متصورين انتوا مين اصلا؟